اقسم بالله العظيم لولا وعي وثقافة جماهير النادي الاهلي الكبيرة لحدثت فتنة ما بين جماهير الاهلي وادارة الاهلي العظيمة. انا بأقسم بالله، لان اللي انا حذرت منه في كام فيديو فات بالفعل كان هناك فخ منصوب لإحداث وقيعة ما بين الأهلي وجمهوره ما كانتش هتقوم ليها قومة. وأنا بأقسم بالله هكلمك عن كل حاجة بالتفصيل، وهكلمك كمان عن خناقة مرتضى منصور امبارح مع نجم الزمالك داخل نادي الزمالك أثناء تدريب لاعبي الزمالك مع مدربه. وكمان هكلمك عن خالد الغندور وكشف الوجه السيء له في آخر لحظات الأمس ورد الكابتن شوبير عليه. لكن مش عايز أطول عليك، خلونا الأول نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة بتتابعونا على اليوتيوب أتمنى من كل قلبي فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط بلاك عشان يصلك كل جديد. نبدأ حلقة اليوم ونوضح لحضراتكم ايه اللي بيحصل وايه اللي كان مخطط يحصل لولا ستر الله، لولا جمهور الاهلي العظيم المثقف الواعي المتحضر الذكي. وخليني بس الوم على مجلس ادارة الاهلي، لان مش كل لحظات الصمت بتكون لصالحنا. في اعلام فاسد كان شغال على هذا المخطط وانا فضلت احذر منه في بعض الفيديوهات. ما انا بقول لك اسمع الفيديو الاخر عشان تعرف انا بقول ايه. امام عاشور والبالونه المغشوشه، امام عاشور اللي احدث ضجه كبيره تحدث عنه الاعلام الفاسد، وانتوا عارفين من الاعلام الفاسد الرياضي. امام عاشور اللي بسببه يعني كان على وشك أن يكون هناك انقسام ما بين جماهير الأهلي والإدارة واقفة بتتفرج وصامتة. إمام عاشور اللي وهو مع الناشئين أساء لصالح سليم وعيلته، ويوصل بيه الحال إنه يشعل قطعة النادي الأهلي العلم أو البدر زي ما أنت عايز تقول داخل غرفة خلع ملابس الناشئين. إمام عاشور اللي البعض قال طالما اعتذر واتأسف لوليد سليمان والخطيب ومجلس إدارة الأهلي فيا أهلا بيك في القلعة الحمراء. والبعض قال لك لا، احنا نادي المبادئ والقيم والأخلاق. هنا أنا اتكلمت قبل الكلام ده وقلت يا جماعة خدوا بالكم، راجل أهلاوي بفضلك يا رب بقرأ الأحداث قبل حدوثها. قلت لكم خدوا بالكم، خدوا بالكم علشان التقيل جاي. وبالفعل خالد الغندور اشتغل على انه يضحك على جمهور الاهلي. وانا برجع واقول قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فضل يقول امام عاشور طلع راح ميتلاند الدنماركي انا شامم ريحه كوبري. من هنا بدأ الكلام امام عاشور في الاهلي. تصريح تاني لخالد الغندور، امام زملكاوي وطلع على صفحته معرفش حط لوجو الزمالك وقال ايه والكلام من ده. شويه مسكوا غلطه قالوا ان في معد اهلاوي قال انه الولد جاي اعاره لمده سنه. انا بجيب لك الاحداث ايه سلسله. طيب الاهلي ما بيردش، امام عاشور ما بيردش، ميتلاند ما بيردش، والجمهور في وجه المدفع الفاسد صاحب القنبله الفاسده المغشوشه علشان يضربها في وجه جماهير الاهلي وادارته. لدرجه ان شوبير طلع ورد على تصريح خالد الغندور وقال اعاره 50 مليون يورو ليه؟ هو انا جايب نجوم الدوري الانجليزي في احتفاليه وراجعين؟ ما هو العقل هنا بقى عايز اقول لك جمهور الاهلي ما استحملش الضغط اكتر من كده،
لكنه بادر مبادرة أنا شايفها أعظم مبادرة من جماهير النادي الأهلي، وبأكده للجميع إنه الجمهور المثقف، الجمهور الواعي المتحضر بالبنرات والأعلام حملوا صالح سليم على الرؤوس في مباراة الأهلي الأخيرة اللي استطاع إنه يحصل فيها على 3 نقاط في الدوري العام. عيلة صالح سليم خط أحمر، يعني دي رسالة رافضة لإمام عاشور وقدومه إلى النادي الأهلي، أيا كان هناك ميول داخل مجلس إدارة الأهلي، إلا إن النادي الأهلي العظيم متعود إنه بياخد برأي جمهوره وبيحترم مشورة رأي جمهوره. هنا طلع بالأمس بيان عريض وواضح من مجلس إدارة الأهلي: لم نتفاوض مع إمام عاشور يوما ما. والأهلي طلب ميتلاند برد واضح، وميتلاند دنماركي طلع وقال مفيش نادي مصري كلمنا وقال إنه عايز إمام عاشور. ثم أنت لو عايز إمام عاشور شوف ميتلاند خده بكام وحط فوق من المبلغ ده. ده كلام ميتلاند. إمام عاشور نفسه ما طلعش يتكلم بأي كلمة، لكن إمام عاشور يتمنى إنه يلعب في الأهلي. هو بيندم ندم عمره وقالها إن اللي طلع منه ضد رموز الأهلي وآخرهم كان وليد سليمان، قال كنت أتمنى ما يحصلش، كنتش أعرف إنه هيبقى سبب في مسيرتي قصاد جمهور كبير عريض. وبالفعل الراجل اعتذر، وكلنا بنغلط، لكن اللي بيعتذر افضل من اللي بيستمر على خطأه. امام عاشور مش في الاهلي خالص، انا بقول لك خدها سكرين واقفل على الباب ده. نروح بقى سريعا علشان خاطر ما نطولش على حضراتكم. خناقه مرتضى منصور، مرتضى منصور ومحمد عبد الغني، ووقفه وركنه سياره عبد الغني مكان معالي المستشار داخل نادي الزمالك، وغضب عارم في وجه مرتضى منصور. مين اللي راكن العربيه دي يا ولد؟ هنا عربيه عبد الغني. روح نادى عليه يجي يطلعها عشان اركن، راح ينادى عليه والولد بيتدرب ورفض يطلع، قال لك انا بتمرن. راح الوسيط يقول لمرتضى بقول انا بتمرن مش فاضي اطلع دلوقتي، خلينا نركن في حته ثانيه على ما اجي. قال لك ليه وانا جايب ميسي؟ وانا جايب ميسي؟ وراح حصل مشاده على اسرها. غضب اوسيريو من تصرف مرتضى منصور. المكان واسع، المكان واسع فعلا. وانا والله كراجل اهلاوي لو ليا كلمه على الزمالك والله لا اقلبه يا جراش سيارات، يا مخبز، يا قعده عرب. مع حرام، الله يكون في عون جمهور الزمالك قسما بالله. ما اعرفش سيظل اوفياء مع ده كله لحد امتى، لكن على كل حال انا بحاول اقول كلمه قالها كده استاذ حفيظ: بصوا في فرقتكم علشان تنجحوا. بس بشكركم جدا على حسن المتابعه، وانتظرونا باذن الله تعالى في فيديوهات كتيره على ملعب ابو الكباتن. اخبارنا معاكم لحظه بلحظه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.